بعد اداء سيء كالعاده في اخر 5 مباريات. لو الهلال استمر بهذا الاداء اتوقع خروج الهلال السوداني من دور 8 في دوري ابطال افريقيا. من اي فريق يقابله الهلال، مش شرط فريق قوي ولا اي حاجه، لا، اي فريق هيصعد ضد الهلال هيبقى افضل من الهلال في الاداء. ودوت عشان انا مش بقلل من الهلال كقدره او كنادي او كده، يعني انا بقول الحقيقه. ولكن الاداء اللي بنشوفه بيقول كده. الادوار القادمه مش تجميع نقاط، لازم مكسب واداء. ده اللي انا كتبته امبارح على صفحتي كوره مع هاني، والناس هجمتي وزعلت جدا، انت ازاي بتقول على الهلال كده؟ واللي احنا شفناه قدام الهلال في المباراه اللي لعبها قدام نكوشات الموريتاني، فريق عادي جدا متوسط المستوى او ضعيف المستوى، مش قوي يعني، مش هو الفريق الاحسن فريق ما بيلعبش اصلا في دوري ابطال افريقيا، فريق عادي جدا بيلعب في الدوري الموريتاني. الهلال اتعادل معاه تعادل سلبي، والمباراه كانت كلها سلبيه في سلبيه، الهلال سلبي في سلبي. من المباراه اللي فاتت قدام المولوديه الهلال كان برده سلبي وتعبان ووحش ومستواه ما يأهلش لاي حاجه، رغم التعادل والتاهل، والف مبروك للهلال. لكن الهلال على الاداء دوت احب اقولها مره واثنين وثلاثه، دور الثمانيه هيبقى صعب عليه، اداؤه ما يأهلوش ان هو يلعب في دوري ابطال افريقيا السنه دي، مع ان عنده نجوم، عنده مدرب، لو لعبوا كوره احسن من كده هيقدموا اداء احسن من كده. لكن في حاجه غريبه في هجوم الهلال، في حاجه غريبه في خط نص الهلال، في حاجه غريبه مش قادرين نفهمها. الهلال ما عندوش الشجاعه انه يلعب اداء قوي هجومي، ما تعرفش ولا ايه، مش عارفين. انا بنصح وبقول نصيحه، لكن في ناس بتحب التضليل وتحب التطبيل، انا مش من النوع دوت، انا ما بحبش اطبل لحد. انا بقول لو انت مستواك كويس هقول مستواك كويس. الهلال اخر 5 مباريات مستواه وحش جدا جدا جدا، ومستواه ما يأهلوش انه يلعب قدام فريق كبير في دوري ابطال افريقيا. المولوديه فريق عادي، مازيمبي زي ما قلت لكم فريق ما جاش اصلا السنه دي. الفريق الثالث يانج افريكانز فريق تعبان خالص، بالتالي الهلال لسه ما لعبش ولا فريق قوي نقدر نحكم على الهلال من خلاله. ما تنسوش تعملوا متابعه، ما تنسوش تشتركوا في قناه كوره مع هاني على اليوتيوب ان شاء الله، واستنوني في تحليلات جديده على اداء الهلال السوداني والمريخ السوداني والكره السودانيه ان شاء الله.